جماهير النادي الاسماعيلي، حوار كده احتفالي بالمباراه بشكل عام. هذه محاوله من جديد لشرويده، شرويده واللمه والقدم اليسرى والتصليح، وعبد السلام نجاح يسجل اول الاهداف، ينجح نجاح ويسجل اول الاهداف. لكن من مين؟ من شرويده، لاعب مميز يعني ينتظر مستقبل كبير جدا مع النادي المصري. كان له فرصه قبل دي، وادي الفرصه الثانيه، يستلم ويمر وياخد كده حجازي على الثابته ويمررها. كان عنده الفرصه للتصويب لكن ما طلعش. لا، عبد السلام نجاح في فرصه او في موقف افضل، مندفع ومتقدم من الخلف للامام، يعملها نجاح، تاخد ايدين محمد صبحي وتسكن الشباك. الهدف الاول في الدقيقه 15. عبد السلام نجاح يتقدم للنادي المصري ويسجل هدفه الخامس هذا الموسم مع النادي المصري. قادم في يناير الماضي فقط وعنده 5 أهداف بيعتلي بها قائمة الهدافين في النادي المصري. بيأتي بعده أحمد شديد إناوي برصيد 4 بالهدف ليستمر في دائرة الخطر. الإسماعيلي يتأخر بهدف على ملعبه أمام المصري البورسعيدي، وطلائع الجيش التعادل مع بتروجيت بهدفان لكل منهما. أمام حضراتكم أهداف مباراة الزمالك وبترول أسيوط. الهدف الأول لشيكابالا، ثم الهدف الثاني لأحمد جعفر. ده اللي جابوه في نفسه، الثالث أحمد جعفر، ده اللي جابوه في نفسه. ده أول جون. ده أول جون. ده الهدف الثاني بأقدام ده الأول، ده الهدف الأول بأقدام صديقة. ثم الهدف الثاني لشيكابالا، مظبوط، جعفر وبعدين شيكابالا.